الرحيم. النهارده هنتكلم على جهاز التكييف او المكيف السبليت بتاعنا اللي موجود عادي في اي بيت او في معظم البيت. ايه مكوناته النهارده؟ بتتكون من وحده داخليه ووحده خارجيه زي اللي احنا شايفينه. ايه الداخليه؟ بتشمل ايه اللي هي قدامنا دي؟ بتشمل البلور، المروحه، مرشح الهواء اللي هو الفلتر يعني، وتسمى ايفابوريتور اند بلور. الخارجيه بتشمل الكمبريسور المسؤول عن ضغط وضخ سائل التبريد، والثرموستات، والاكسبانشن فالف، والكوندنسر كل زائد الفان، ودي بتسمى الوحده الخارجيه. الوحده الداخليه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي وحده الهواء فيها داخل سخن، يعني الهوت اير ان، وبيخرج منها كول اير اوت عن طريق البلور. النهارده المنطقه الخارجيه تاني دي بتمثل هاي بريشر، اللي احنا مشاورين عليها وباصين عليها دي الداخليه بتبقى لو بريشر. ايه يعني الهاي بريشر وايه اللو بريشر؟ الهاي بريشر منطقه لو قلنا من بره ان الضغط بيطلع منه كوندنسر كويل زائد فان بيخش على الاكسبانشن فالف. المنطقه دي كلها هاي بريشر، بتبقى هبقى اوريها لكم في ورق او في ورق. بيطلع من بيخش بيبقى في المنطقه الهاي بريشر ده ليكويد او الفريم بيبقى ليكويد، لكن لو دخل الاكسبانشن وبدا يخرج فبيبقى فيبر. الفيبر يخش على الفيبريتور كويل والبلور يدرد الهواء اللي داخل ويرجع تاني للكمبريسور، دايره مغلقه يعني. الجهاز ده كارير بيشتغل بفريون 22. فريون 22 خلاص الشيف انتهى، وازاي هنعرف ونحول لعدد من الغازات ونوصل لغايه الار 410 ايه. هنبدا بقى نلم الغاز في الوحده الخارجيه ازاي. النهارده احنا هنجمع الغاز في الوحده الخارجيه نظرا لنقل الجهاز من مكان لاخر. طبعا هو معرض للشمس كده وحاجات من دي كملحوظه، يعني لازم نجيب له كفر، والكفر يبقى من نفس الماركه، لان على النت بيبيعوا اي ماركات فما بيركبش. انا عن نفسي اشتريت وما ركبش عليه، جابوا لي موديل غير كارير يعني شارب. فمن الاخر انا هلم الغاز دلوقتي. على فكره الغاز ده 22 وقلنا ان ما عادش هينفع، بس انا بلمه واقول لكم الاسباب بعد كده. الملاحظ بس ان الخارج ربع بوصه والداخل اللي هو النص. ايه اللي بيحصل؟ انا هفتح الكاب ده او الغطا ده اهو. هو دلوقتي بدأ يسقع لانه شغال. بنشغل الضغط بصفه عامه 3 4 دقائق او 5 دقائق قبل لم الغاز. دول الاثنين كفر، وهنا ببدأ اقفل طرد الكمبرسور. بنلف بالوضع ده كده كده اتقفل الضغط. تستنى دقيقتين وتبدأ تلم في الداخل. هل ممكن جيج؟ انا عندي الجيج وكله، بس هو زي ما بقول لكم الموضوع بسيط، بينزل على طول الضغط. انا كده مش بسمح للفريون ان هو يروح للوحده الداخليه، وابدا بهدوء تقفل بالطريقه. وبكده خدنا الغاز حطيناه في الوحده الخارجيه نظرا لظروف نقل جهاز التكييف. بعد كده بنفصل دايره الكهرباء عنه. احنا لو حطينا جيج هنا في المنطقه دي هيبين على طول بالناقص. هو مجرد ان انت فاهم بيلم الغاز في الماسوره اللي هي النص دي اللي احنا شايفينها دلوقتي. انت بتلم الغاز وتبدا تسحب الهاي بريشر او الماسوره الربع دي خلاص احنا قفلناها، وبتبدا تقفل على الداخل واحده واحده بالطريقه دي. عمليه بسيطه جدا، وزي ما قلنا ان الجهاز ده بيشتغل بفريون 22، وازاي هنطلع من الدايره بتاعت الفريون. كده احنا وصلنا. بنرجع نوقف الجهاز ستوب خالص، وفصلنا عنه الكهرباء، وبنبدأ نفك دايرة الكهرباء دي ونفك المواسير دي، وأيضا من الوحدة الخارجية وأيضا في الداخلية. وبكده يبقى خلاص احنا لمينا الغاز بتاعنا وحطيناه
في الوحدة الخارجية. دول 2 كاب زيادة مور سيفت كده بنتحطوا وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بس هنرسم الدايرة اللي قلت لكم عليها واحنا بنفك وبنربط. وبس ملحوظة، المفتاح الالين كي اللي هو بنشتغل بيه 4 مللي. 4 مللي هو ده المفتاح ومكتوب عليه 4. ده اللي لمينا بيه. ده على اساس ان البلوف السحب والطرد اللي على الجهاز ستاندرد، فما اتغيرتش يعني لاي اسباب. هنرجع نقول الكلمتين اللي قلنا لهم في الصوت كان وحش عشان شبه متعلقين في الشارع. دايرة التكييف قلنا بتتكون من وحدة داخلية ووحدة خارجية. الوحدة الداخلية بصفة عامة دخول الهواء بيبقى فيها ساخن وبيخرج بارد، يعني الهوت اير ان والخارج كول اير اوت. النهارده بنرسم حاجة بسيطة كده. ده ضاغط، هنعمل خط وهمي كده. ده اللي بيبقى هنا نص الضغط كده، ده الكمبريسور بيطلع منه على، لو مشينا كده، حاجة اسمها كوندنسر كويل. ده كوندنسر كويل بيجي هنا اهو يخش على حاجة اسمها الاكسبانشن فالف، صمام التمدد. ده اسمه اكسبانشن فالف، ده صمام التمدد. ده الغاز هنا بيبقى داخل ليكويد هنا ليكويد بيخش، لو اعتبرنا ده الداخل فبيخرج بقى منه فيبر، يعني يخرج من هنا فيبر، بخار كده. طيب بيعمل ايه؟ بيخش على ده اسمه الايفابوريتر كويل، اوفابوريتور كويل، ويرجع على الكمبرسور. بقيه الكمبرسور اللي احنا عملناه هنا ده الداخل. المنطقه دي اسمها لو بريشر، ودي اسمها هاي بريشر. ايه الحدوته دي؟ ده بنسميه كوندنسر كويل، وده افوبريتور كويل. دي دايره دي الوحده الداخليه ودي الخارجيه. الوحده دي عاليه الضغوط ودي منخفضه الضغوط، عشان تبقى فاهم الدايره دي اللي عندك جوه الغرفه ودي اللي بره في الشارع. دي تبقى اصول تبقى مكسيه او عليها كفر. حتى لو في الصيف بتحط كفر زي بتاع العربيه ده اللي هو الفضي اللي بيحمل تابلوه العربيه، خلي الفض لفوق وتشده كده باستيك او سوسته حوالين اللي هم الهويات اللي في الوحده الخارجيه. ده على الاقل عشان التبديل الحراري بين الهواء المحيط وبينه بيبقى احسن وبيديك كفاءه احسن. طيب النهارده ايه انواع الغاز اللي احنا بنشتغل بيها؟ الجهاز ده كنا هنا شغالين ب 22 ار 22. طيب ايه البديل؟ على فكره البديل بتاعه بقى ار 410 ايه، ده اخر النتائج يعني. طيب ايه لعلمك ال 410 ابطأ 30% من ال 22. طب نستخدمه ليه؟ اقول لك دلوقتي. ال 22 ده قدرة اكبر من ال 410، اكبر من ال 410، ولكنه قابل للاشتعال. وعند التسريب بيبقى هناك اعراض تسمم. في ده عند التسريب يوجد اعراض تسمم، لذلك لابد من وضعه في غرفة جيدة التهوية. يستخدم في الثلاجات التخلص منه بقى خلاص ما عادش موجود. وكان قبله ال 12 طبعا كلنا عارفينه، ده بقى درجة السمية بتاعته عالية جدا. بيستخدموا مكان ده ال 134 ايه، وده نوع جيد مش وحش. بيستخدم تأثيره كويس، مميزاته جميلة، السعة بتاعته ضغط أقل، ليس له تأثير على الأوزون. هو كل الموضوع الأوزون. طيب الضغط بتاعه كام؟ لو قلنا السكشن بريشر لل 134 ولل 22. السكشن بريشر
من 12 ل 15 بي اس اي، ال 22 من 60 الى 70 بي اس اي. طيب الديس تشارج بريشر، الديس تشارج بريشر ده الضغط كام؟ ده 150 بي اس اي. طب التاني من 250 الى 300 بي اس اي. دي الوحده من الوحدات اللي احنا شغالين بيها في التركيب. النهارده يعني ما احنا بنقول يعني بديل الار 22 هيبقى ار اللي هو 410 اي. ضغط الطرد اللي هو الديس تشارج بريشر هيبقى من 120 الى 134. افتكروا برضو الرقم ده بي اس اي. ده بديل، ده هو ده النهارده. لها طريقه، ولو ممكن نبدل قطع الغيار لو في صيانه كامله. برضو الكاباستور كنت عايز اتكلم عليه، له 3 اطراف الخاص بيه. بيبقى هو مش موجود دلوقتي معايا، هو جوه الدايره بيبقى له 3 اطراف كده. الطرف الارضي مكتوب عليه سي، الطرف الكباس اتش، الطرف الثالث مكتوب عليه فات. فده نورمال بين التقويم والتشغيل، ده ثابت، وبنحط دي طرف للكباس. ده بالنسبه للكباستور بتاعنا اللي شغال، يعني اللي يتحرق او ما يقومش او بتاع الكباستور بيبقى مكتوب عليه 3 اطراف كده بيبقى مكتوب، وانت بتخلعه بتروح تجيب زيه وبتركبه. فنبقى عارفين طرف للكباس، طرف للمروحه، والطرف ده بيبقى مشترك بينهم. في حاجه كده في التكييفات بصفتي انا مارين شيف انجينير، بعض حاجات لازم تبقى عارفينها. في حاجه اسمها تشيلر. ايه هو التشيلر ده؟ يعني هل مثلا مركب زي الايكون اوف سيز اللي هي المركب الحديثه اللي نزلت دي، هل دي ممكن طولها مثلا 365 متر، عرضها 48 متر، فيها 6 منزلقات مائيه، فيها 7 حمامات سباحه، فيها حلبة تزحلق جديد، فيها مسرح، فيها 40 مطعم، فيها 7600 فرد بيركبوها او مسافر باسنجر، فيها 2350 فرد، دخلها الاسبوعي حوالي 10 مليون دولار في الاسبوع. هل دي ممكن نستخدم الضواغط بتاعه التكييف السبليت والبتاع ال 10000 فرد؟ بالطبع لا، الكلام ده كله ما ينفعش. في حاجه اسمها تشيلر، ده تبريد نوعين، يا اما هواء يا اما ماء، يعني اير اند ووتر. يعني ايه الحدوته دي؟ ده بيبقى باختصار عباره عن مضخات بتسحب الميه لمضخات اخرى لسحبها من المبنى. يعني انت بتضخ وبتعمل سكشن فالف عشان الميه تعمل سيركوليشن، الميه دي بيتم تبريدها. دي دايره الميه. بالنسبه للهواء نفس الموضوع، بالاضافه الى وحده مناوله الهواء اللي بيستخدموا هواء، وحده تبريد اللي بيستخدموا بس المعروف ان الهواء احسن من الميه، ولكن في المنشآت السياحيه زي الفنادق والسوبر 5 ستارز وبتاع بيعمل ميه متوفره كذا طن، بيبقوا في البدروم او في بيبقى وحده. المهم التشيلر يا اما هواء يا اما ماء، ودي بتبقى دي في سفن يعني مستحبه، ودي في مباني سياحيه مستحبه، وبيحصل التبريد. انت بقى عايز في الغرفه بتاعتك بتزود والقل عن طريق الكنترول معاك، بتزود. اللي بتزوده سرعه الفان، يعني دول بيبقى عليهم فان، انت بتصور الفان مش بتزود، هي الميه داخله، الفان دي بتسرع، ومع بلف صغير كده بتزود سرعه الفلو بتاع الميه. يعني لو انت الكويل بتاعك عامل كده يبقى الفلو بتاعك يبقى اسرع، وبالتالي الهواء اسرع. انت ما بتعمل بيبقى على 2، على الفلو بتاع الميه وعلى الفان. فبيحصل ان الهواء ما بيجي بيبقى متبرد بنفس الطريقه. وبكده يبقى انهينا الحلقه بتاعتنا، ونرجع ونذكر ونقول ان فريون 22 غير مستحب، ولو موجود هتلاقيه غالي. حاول ان انت تشحن جديد ب 410، ولو عملت صيانه للكمبريسور بيفك لك حاجات خاصه بال 210 ويحط 400 بال 22 ويحط لك 410، وبكده يبقى هنا الحدوته الصغيره دي. وشكرا.